السؤال هذا وايد يتكرر ومن سنين أجاوب عليه وأنتم أسلوب اللي هو بس الفترة الأخيرة أنا شوي ما قمت أشارك في كل مكان يعني بسبب أني شوي مو بصاحي ولا لي بارد وايد، لكن إن شاء الله اليوم بنحاول نعوض ما فاتنا. السؤال كان أبو حمد أبو سالم، كان بسبب البوش المداني اللي يعقن عيالهن في الثلث الثاني من الحمل، يعني 5 شهر 6 شهر 7 شهر في هذه الفترة. يقول شو الأسباب؟ أول شيء بنتكلم عن التغذية، تكون سبب من الأسباب. أول شيء احتياجات المطية هذه الغذائية، هي لا تضر الحين، ما فيها ضرار حليب زيادة، واحتياجها مو بقوي وايد، يعني احتياجها من المركزات. شباب المركزات اللي هي الشعير الذرة إلى آخر كلام، الأعلاف المالئة اللي هو عزكم الله الحشيش التبن إلى آخر كلام، أعلاف خضراء مثل الجت مثل اللوبيا مثل الذرة، أعلاف جافة الحشيش الجت اليابس إلى آخر كلام. وفي ناس بعد قاموا يطعمون السيلاج اللي هي الذرة والمسيبل والأمور هذه اللي معاملة تكون غذاء أو أعلاف للمواشي هذه. لكن كلامي اليوم بتكلم بشكل عام في الاحتياجات. المدني وانتو سلوم تختلف من مطية لمطية، لكن مو بشكل كبير، يعني هي ما ينحط عليها الشداد وتخب وتحتاج طاقة وايد. في بعض الأحيان وأغلب الأحيان يسدها مركز علف، يعني من 1.5 كيلو إلى 2 كيلوين حسب حجمها، اللي هو شعير ذرة إلى هذا الكلام، خلوط علف. الأعلاف المالية تبغي لها من 10 إلى 12 كيلو. هذا يتكلم عن المطية اللي في الشبج، ما تصير ولا تي. البوش اللي يصرحن ويضغن بعطيهن ويبة وحدة المساء عقب ما يضمن، الصبح يعطيهن شيء خفيف ما بثقل عليهن. شباب في الآونة الأخيرة بتكلم آخر شيء أو بحطها الروحة في هذا. دائما أشوف الشباب يتكلمون عن الجي جي تي كأنه يعني مصيبة كبيرة. فهني يبين في المداني، ما دام سألتوني عن المداني، أنتم تقولون ليش المطية شهر 5 6 7 تعق عيالها. الشباب واحد تعق عيالها من فرط التغذية والمكملات هذه. لا الفيتامينات مالت الفيتامين والمعادن وكذا يحطونها الشباب يعني في بعض الأحيان كل أسبوع كل 10 أيام. يقولك والله خاف عيالها نين، يا أخي لا تخاف، هذه أنت تسوي لها زيادة معادن. واللود وين؟ اللود على الكبد، مصدر الطاقة في الجسم، اللود على الكلى. وهني المشكلة المعادن وانتو سلوم، خصوصا المعادن الحديد النحاس زين، ومعادن ثانية وياها تسبب وانتو سلوم تسبب تسمم. والناس يعطون قال كلام ما عليها عطها. لا يا أخي، غير هذا الطاقة إذا نزلت في المطية، مثلا الجلوكوز نزل تلقاها بركت ما في طاقة. طرش لي عبيد ابو حمدان، هذا الرجال اللي عندنا في الجروب، طرش لي فحص ناقل، قال لي حمد كذا كذا، قلت له استبركت. يوم عقب يوم قال لي نعم استبركت، قلت له هاي بتموت. احنا ما عندي علم غيب، لكن اشوف الجلوكوز طايح، ما في طاقة في جسمها تحركها. فمثل الحالات هذه يوم تفحص وتلقى الجلوكوز، انا ما ظهرت عن هذا، لكن هذا اللي يستوي عندنا في الاسبوع هذا وال20 يوم هذيلا. يا اخي عطها جلوكوز، علق لها جلوكوز، مصدر طاقة سريع.
عطها اي تي بي، ابرة طاقة. نشط الكرش عندها. المهم عن الطعام بتكلم. الطعام شباب يفقر ويغني. انت هو بلازم تمزر بطنها لين تطش عينها وانتو سلوم. هذا كلام ما هو بصحيح. المطيه اللي تسير وتي سنح، عطها ويبه الصبح خفيفه وخل ويبه المساء. مطيه للشبج عطها ويبتين، لكن الصبحانيه حشيش بس. والمساء عطها اللي تبغى تعطيها مركز. وشباب الجت اليابس، الجت اليابس يرفع نسبة البروتين. قالونا امس يوم تخبرنا وتقول الزوجه وكذا بعد طالع في بول عزكم الله. هذا بسبب زياده البروتين في المطيه. يبدا طال عمرك عماركم وانتم سلوم، يبدا بتشوف سواد يزيد في وروكه ذيلها، بدا يغدي لز يسمونها وانتم سلوم. هذه زياده البروتين، لكن الناس يسمونها مدبسه الى اخر كلام. من الحين وسائر بتبدا تظهر لاسباب، سواء في البوش انهن ما يسيرين بعيد وين يحرقنها، وزياده نسبه البروتين. المفروض انها تقل نسبه البروتين في العيشه. المطيه طال عمركم تحتاج اللي هي في البوش من يعني 13 بروتين لين 18، زياده ما تبغى، لكن شيء بسيط. خلها بالكيلو والنص اللي هو العلف المساء بس. ان بغيت تزيدها مركزات يعني مخلوط، يا اخي كيلوين ما تبى زياده على الكيلوين، لاقى مدني وتخزن الشحوم في يمها. غير هذا بالنسبه الحين الطعام تكلمنا فيه، زياده الطعام ونقصه يضر. يعني ان زاد الطعام عليها مزارته، تراها مو بشرط سمين متوحله انها وانتم سلوم يعني كامله عناصرها، ولو بشرط ناقه عاديه وتشوفها تقول والله حالها ضعيف ان عندها نقوصات وايد. ممكن هاي اللي تشوفها انت ضعيف ما شاء الله عندها معادن وعندها كل شيء عدل من معوضات. يا اخواني عوض على المدني مره في الشهر، مره كل شهرين، يعني اوكي معقول. انا لاحظ ناس كل اسبوع يعطي، كل 10 ايام لا، ومحطي عند العامل فيتامينات. غير هذا يعوض بالفيتامينات في عيشته في ماها، وبعدها يرد يضرب هبره وكمل. اخواني ما يجوز ترتفع عندها المعادن تتعب. والعرب اللي تونهم يبون يبيعون اكثرهم، هاي مصيبتنا. اللي عقبها اخواني حتى حراره الماء، الحيضان خلوها بالظله. حراره الماء اذا في البرد بروده تاثر على المطيه، تصقعها في بطنها تعقلها ولدها. والعلامه يوم يطيح ولدها بتلقى لون راسه متغير مو طبيعي على ما تبغى، خص عقته بدون شعر. الماء الحار ياثر على الادباش كلها. قل الماء عطش ياثر. زياده الماء والمطيه ما تصير وتي ياثر. الماء نفسه في بعض الاحيان يكون سبب من اسباب عدوى المطيه، بالكوكسيديا والسالمونيلا والديدان، بسبب الحمام اللي ينعزكم الله ويذرقن. طبعا ما نقدر نحرس الدنيا هذه كلها، لكن المداني كل شهرين عطها يا اخي شراب ودود مره واحده، كل 3 شهور عطها مره وتوكل على الله، دام انها بخير وسهاله ناقله عمرها. كوكسيديا ما تاثر عليها ولا غيره. وانتم سلوم نقص البروجسترون هذا يضرب عندنا لكنه بشغل صامت. غير هذا نقص فيتامين الف دال ها اللي هو الاي دي 3، هذا مهم جدا.
لكنه يتخزن في الجسم. انا لاحظ ناس كل 10 ايام يعطونه، ليش؟ هذا من الفيتامينات اللي تتخزن في الجسم ما تطلع. يا اخي مو بلازم ابره، حط لها في يعني في شراب، عطها اياه. هاي مدري تبى تعطي بابره عط، لكن عط بالابره الطويله، وبالابره القصيره نسبب مشكله اكبر. فغير هذا وانتم اسلوب الاحماض الامينيه، الفوليك اسيد هذا مطلوب. كل احد عرب كل يوم يحطونه، الريتسل كل يوم يحطونه في الماء. هذا مو بصحيح اخوان. انا مو محط عمري احسن عن الناس، لا والله، لكن انا اعطيكم تجربه. خلصنا من هذه. فنقص الطاقه انتبهوا له اخواني. ارتفاع الاحماض في الدم، في المطيه، في الناقه، خصوصا الناقه، ناقه يبوش، يغدي عندها الكبد في دهون زياده، وفي دمها دهون زياده، وينزل نسبه الجلوكوز في جسمها، ما يغدي لها طاقه. فيوم بتعطون اخواني، مثلا بتعطي كالسيوم لبوش مثال، يا اخواني عادله فسفور، حط معاه فسفور، او ثاني يوم عط فسفور، او قبله عط فسفور، ارفع نسبه الفسفور. بعدين القضيه مش بس كالسيوم وفسفور، عندكم دوروا بودرات يكون المعدلات فيها خفيفه مش عاليه. انا دائما اشوف الناس يدورون العالي، قال لك ابى اقوى شيء، افضل شيء، ما شيء اسمه اقوى شيء وافضل شيء. القوي يلا، القوي وانتم تسلون من الادويه يتركز زياده في الجسم، دفعه قويه تجي فجاه، وهذا غلط، مو بصحيح. يضربها مثل الحمار في معدته، لكن مو في معدته، في دمها ترجع حموضه الدم، فظل وياها. فيا اخواني، بالنسبه للبوش، عطوا دواء كبد اللي ينظفها خفيف في الشهر مرتين، زين. بتنظف المعادن، بتنظف كذا، بيتعدل عندك الجي جي تي على قولة الربع، وبيتنظفن وبيخوز منهن نسبة التسمم، وخلهن يمشن. حاول قد ما تقدر تخليهن يمشن. هذا والعلم عند الله أول واخر.